بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم أخذ العزاء على الميت ل3 أيام؟ ما حكم الجلوس للعزاء على الميت ل3 أيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا، لم يثبت فيما يتعلق بالتعزية مدة معينة، والتعزية مربوطة بالصفة التي ذكرت لكم، وهي أنك متى رأيت أن التعزية مناسبة فإنك تعزي، ومتى رأيت أن ولي الميت قد حصل له السلوى وارتاح فإنك لا تعيد إليه الموضوع مرة أخرى. أما بالنسبة إلى اجتماع للعزاء، فهذا الأكثرون من أهل العلم على المنع، على أنه لا يجوز الاجتماع في العزاء، ويعظم الأمر إذا كان هذا الاجتماع فيه محذورات شرعية، كأن يؤتى بقراء يقرؤون القرآن كما يوجد في بعض الجهات، أو مثلا يكلف تكاليف مالية كأن يؤتى مثلا بسرادقات أو بكراسي أو مثلا بأنوار، بحيث أن اللي يمر مع الشارع بدل ما يظن أن هذا مجلس عزاء يظن هذا أنه مجلس فرح وسرور. فمن أهل العلم من يقول إذا كان المقصود من العزاء هو تعزية أهل الميت في بيتهم دون أن يكون هناك أي مظاهر أو أي محذورات شرعية فإن هذا لا بأس به. وممن يرى هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: إذا أن الناس ذهبوا إلى أهل الميت وعزوهم في بيتهم، شربوا مثلا عندهم القهوة أو الشاي، فهذا لا بأس به، لكن لا يجوز تخطي هذا إلى الأمور المحذورة. وفيه ملحظ آخر، أنه الناس في زماننا هذا بدأوا يتفرقون بالأعمال الوظائف، فلو أننا قلنا أنهم لا يجتمعون كيف يعزيهم الناس؟ أين يأتون إليهم؟ كما تلاحظون البلاد والمدن في هذه الأزمنة اتسعت، من أول تكون الديرة صغيرة بحيث أنه يمكن التعزية بالمسجد أو في أول موقف، لكن الآن لا، المدن الآن توسعت والناس تفرقوا. من أول تجد أن الأب وأولاده 5 و10 ببيت واحد، الآن كل واحد من الأولاد له بيت بجهة من البلد. فمثل هؤلاء على رأي الشيخ أنهم إذا اجتمعوا في بيت أحدهم تسهيلا للناس يأتون إليهم ويعزونهم فإن هذا لا بأس به، لكن شريطة ألا يكون في هذا أي محذور من المحاذير الشرعية التي أشرت إلى بعضها.